ده روحي، ده روحي، ده روحي اللي مخليني بجيب كميه اللبن دي، وانا بقالي سنه و8 شهور برضع وبعرف اخزن لبن. يعني ده حياتي، ما اقدرش استغنى عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ماميز، عاملين ايه؟ الفيديو ده من الاحب الى قلبي، ان انا هتكلم فيه على اجهزه التشفيط، اجهزه البامبنج دي. ليه؟ ان انا قعدت تقريبا سنه و8 شهور طول مده الرضاعه. عمري خالص، وقلت في فيديو قبل كده ان انا خدت بنتي وحطيتها على صدري. ما حصلش. انا دايما او طول فتره الرضاعه دي انا بستخدم اجهزه تشفيط. طب امتى بقى اشتري اجهزه تشفيط؟ ايه احسن انواع؟ طيب انا امتى اشتري جهاز تشفيط؟ اول حاجه لو انتي بتشتغلي او هتشتغلي ويا دوب هتاخدي 4 شهور اجازه وتنزلي شغلك، لازم تجيبي جهاز تشفيط. لازم. ما تقدريش انت طول الوقت ده تروحي شغلك وتسيبي بنتك وتحرميها من اللبن الطبيعي بتاعك، واللبن وصدرك ينشف والكلام ده كله. جهاز التشفيط هيريحك جدا ويخليكي في شغلك تقدري تخشي التويليت، تخشي اي اوضه يا دوبك 10 دقايق كل، يعني مثلا هنقول مثلا كل ساعه ولا ساعتين تخشي الاوضه 10 دقايق تشفطي وتخزني اللبن ده وتخرجي. فلو بتشتغلي لو هتنزلي ابنك حضانه او الكلام ده كله برده وهيقعد فتره طويله ما ياخدش صدرك، يبقى لازم تجيبي جهاز تشفيط عشان اللبن ما يقلش. يا جماعه لو انت قعدت فتره طويله تبعدي عن ابنك اللبن هيقل. اللبن لما يبقى صدرك مليان لبن فتره طويله ومفيش بيبي بياخد منك اللبن ده والكلام ده، مخك بيدي اشاره على طول ان لا، يعني احنا بننتج لبن كتير وهي ما بتستهلكوش. يعني انا هحط لكم كميه اللبن اللي كنت بخزنها. اللبن ده كان بيجي، طبعا الحمد لله نعمه من ربنا، بس كان بيجي من كتر ما انا كل شويه احط الجهاز على صدري واشفط. اول ما احس ان صدري بس اتملى حاجه بسيطه احط الجهاز واشفط، وانا ادوس على صدري افضل دايسه كده ان انا اطلع كل اللبن من صدري ان هو ينزل، اني بس عشان ادي اشاره لمخي ان اللبن اللي انت بتنتجه ده قليل، انا عايزه اكتر. وده فعلا حصل الحمد لله لمده سنه و8 شهور. يعني انا بنتي لسه سنه و8 شهور لسه برضعها، كميه اللبن كتيره الحمد لله. بالعكس انا ساعات كمان، يعني في ناس لو عشان بنتي عايزه اعودها ان هي ما تشربش لبن كتير بدي ناس كميه لبن، وهحط لكم الصور بتاعه اللبن الحمد لله. تروحي شغلك لو انت اللبن عندك قليل. ساعات كتير البيبي بيبقى بياخد صدرك ما بيرضعش كتير، مش عارفه ايه الكلام ده كله. لو انت اللبن في صدرك قليل ابدأي على طول ان انت تجيبي جهاز. الجهاز هيساعد ان انت كل شويه تشفطي، يعني ترضعي ابنك وبعدين تاخدي الجهاز تشفطي بعدها. يعني ده بيحفز الغدد اللبنيه انها تنتج اكتر. فده كمان لو انت اللبن عندك قليل هاتي جهاز. حاجه تانية كمان ودي اللي حصلت لي، ان انت يكون عندك النبلز او الحلمه مقلوبه او فيها تلبس او الحاجات دي كلها. فانا كنت اول ما ولدت وبحط بنتي على صدري ما كنتش بقدر، النبل كانت جوه خالص وما كنتش عارفه ارضعها. فده خلاني ما اعرفش خالص ان انا ارضع، فده خلاني ان انا اجيب جهاز. طيب انا ايه تجربتي مع الجهاز؟ اولا نفعني جدا جدا جدا، الحمد لله محافظ لي على كميه اللبن الموجوده. تاني حاجه في شغلي ان انا بشتغل اخصائيه تمريض، في شغلي انا بروح بخش اي اوضه كل ساعتين بقعد ربع ساعه مثلا واشفط اللبن واخزنه. ده نفعني جدا 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 جدا. وحتى لما بحب اخرج، يعني انا مثلا عايزه اخرج ومش عايزه بنتي تبقى معايا بديلها اللبن الطبيعي في ببرونه وانا بخرج، او ساعه مع حد واسيب له لبن وامشي. وفي الخروجه حتى او لو رايحه اي مكان باخد الجهاز معايا. الجهاز ده بحسه ابن. يبقى احنا خلاص ناويين نجيب جهاز. ايه الجهاز اللي انا اقدر اجيبه؟ اول حاجه انت عندك تو اوبشن، ان انت تجيبي جهاز مانيوال او جهاز اوتوماتيك. المانيوال بالنسبه لي انا صعب، هوريكم شكله. ده شكل الجهاز المانيوال، انا بس كنت بشوفك بيه شويه كمان. ده شكل الجهاز المانيوال اهو، ده البوز بتاعه، ده شكله. بتقعدي تشفطي من هنا كده، بتحطي الجهاز ده البوز ده من على الصدر وتفضلي بقى تضغطي. وبيشفط كويس على فكره، يعني هو بيشفط كويس يعني زي الطبيعي، بس فيه عيبين بالنسبه لي. العيب الاولاني ان هو مؤلم، مفيش فيه عارفه اللي هو درجه ان انت تضغطي ضغطه بسيطه، لا مش موجوده عنده. هي والضغطه لو انت عندك تعوير في الحلمه هيوجعك جدا 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 جدا. تاني حاجه انا مش حاساه عملي قوي عشان خاطر وجعه الايد. يعني انا في الاول قلت لا مش مشكله هجيبه وكل ساعتين هفضل اضغط كام ضغطه مش حوار.
لا يعني ايدك بتثبتي بيها الجهاز وايدك التانية تفضلي تشفطي. متعب جدا 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 جدا. هو اصلا سعره 1000، يعني هو 1000 ل 1500. فلو انت الفلوس معاكي مش مكفيه، حاولي ان انت يعني تجيبي حتى لو يوزد اوتوماتيك. هوريكم الاوتوماتيك بتاعي. طيب يا جماعه انا بستخدم جرانازيا، ده الجهاز جولدن فيلد. هو ده شكله. استنى اوريهولكوا. هو ده شكله. ده زرار الباور. هنا بتدوسي اول حاجه بيعمل زي محفز كده، زي مساج، بيحاول يطلع النبل شويه. بتزودي وبتقللي السرعه، فبيبقى خفيف جدا على صدرك، خفيف جدا على النبلز. يقعد يشفط كده ويطلع النبل واحده واحده، فما بيحسش باي تعوير، مش زي البيبي. فده كويس. وبعدين بتعملي كده اللي هو التشفيط، اول ما تحسي ان الحلمه طلعت والدنيا كويسه، بتدوسي على على الزرار ده ويعملك تشفيط. هوريكم يعني حتى لو لاحظتوا ده متبطن بحاجه كده سيليكون، غير التاني بلاستيك. هو ده. وهنا بنحط الوصله بتاعته، بيتوصل بالجهاز ويدوبك بس تسنديه ويبتدي اللبن يطلع على طول. وكويس جدا ومريح، وباخده معايا في اي حته وبيشتغل. وممكن يشتغل بحجره، يعني انت لو مش عايزه مفيش جنبك فيشه او اي حاجه ممكن يشتغل بحجره. واللي احسن كمان من ان هو بيشتغل بحجره، ان انا بوصله بباور بانك. يعني انا عشان اخده معايا شغل، اخده معايا في اي حته. هو في وصله سامسونج هنا، المفروض تحطيه في الفيشه. لو مفيش فيشه بحطه في باور بانك وبشحن بيه. هو ده شكله، واسمه جرانازيا. حتى اللبن اللي بشيله في حاجه اسمها اكياس جرانازيا. هي غاليه شويه، بس ايه بتخليكي تحافظي على اللبن. ايه، ما انصحكيش تجيبي الجهاز اللي هو هحط لكم صورته، اللي هو بيبقى كده وثابت. ده انا كنت عايزه اجيبه في الاول وقلت هيبقى مريح وايدي متحركه ومش عارفه ايه. بس عرفت بعدين من خلال تجارب ناس تانية ان هو الباور بتاعه مش جامد، فما بيشفطش بسرعه. يعني هيشفط بس، او هتشفطي لما يكون صدرك مليان لبن. انما لو في حبه صغيرين او صدرك مالي نص نص، مش هيشفط معاكي جامد. فده جراناز اللي انا وريته لكم ده. ده كويس جدا جدا جدا، وفي منه كذا نوع، وفي حاجات اعلى كمان. ده في جولدن فيد وفي جنتل فيد، حاجات كده بتبقى كويسه. واسعارها تقريبا من 6000 او 7000 وحاجات زي كده. بس لو انت معكيش فلوس وكل، او الميزانيه مش احسن حاجه، ممكن تجيبيه يوزد وتعقميه. يعني ده هيبقى مثلا. وبجد فترة الرضاعة دي فترة صعبة جدا جدا جدا. أنا بالنسبة لي الرضاعة أصعب من الولادة، وأصعب من القيصرية، وأصعب من أي حاجة. الرضاعة صعبة وبتهدي الجسم، فأنت حاولي تسهليها على نفسك. حاولي إن أنت تخلي حد يساعدك. بلاش تصعبيها على نفسك. لو انت حاسه ان الرضاعه بالنسبه لك صعبه، النبل بتوجعك والحاجات دي كلها، او انت بتخرجي او بتشتغلي وصدرك هيتملي وهيفضل وجعك، فهاتي جهاز وجربيه. ولو في اي سؤال عندك حطيه في كومنتات وانا هرد عليكي. وبجد يا جماعه حاولوا بجد 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 تسهلوا على نفسكم موضوع الرضاعه. حاولوا الناس اللي حواليكم يساعدوكم. وانا اتمنى اكون فدتكم. ان انا بجد عايزه افيد الناس. ان انا كنت في فتره الرضاعه كانت بالنسبه لي صعبه، وكان نفسي حد يفيدني. فلو في اي سؤال اكتبوا لي وانا هرد عليكم على طول.